يا ترى إيه اللي بيفرق بين أي حد فينا وبين الناس اللي بتحقق نجاحات استثنائية؟ في الغالب الإجابة مش في موهبة خارقة ولا حاجة، لكن في الأفعال اليومية الصغيرة اللي بنعملها كل يوم. في الشرح ده هنكتشف مع بعض السبع عادات أساسية ممكن تكون هي بداية تغيير كبير في حياتنا. خلينا نبدأ بالجملة القوية دي. الناس الناجحة مش مختلفة عنك. الجملة دي لوحدها فكرة تحررنا من قيود كتير قوي. بتشيل من على كتافنا فكرة إن النجاح ده حاجة خاصة أو حكر على ناس معينة. الحقيقة إن نقطة البداية واحدة للكل. طيب لو مش الموهبة يبقى إيه الفرق؟ الفرق كله بيتلخص في مجموعة من العادات، مش فعل واحد كده وخلاص، لأ، ده نظام متكامل ومستمر. وخلال الدقائق الجاية هنستكشف مع بعض السبع عادات دي اللي بتعتبر حجر الأساس في حياة الناس الناجحة. وأول عادة يمكن تكون هي أهم واحدة فيهم، لأنها الأساس اللي بيتبنى عليه اليوم كله. يعني هي نقطة الانطلاق اللي بتحدد شكل وطاقة كل الساعات اللي جاية. اليوم عندهم مش بيبدأ كده بالصدفة، من أول لحظة بيصحوا فيها بيكون في نية واضحة واتجاه محدد. لما الواحد يحدد هدف واضح الصبح، ده بيدي لليوم كله معنى وبيخليه منظم. والجملة دي بتلخص الفرق كله ببساطة. هل الواحد بيبدأ يومه وهو اللي بيقوده، ولا بيسيب اليوم هو اللي يمشيه؟ البداية اللي فيها تخطيط دي هي مفتاح التحكم في اليوم، بدل ما الواحد يفضل بس يرد على اللي بيحصل حواليه. طيب حلو قوي إن الواحد يبدأ يومه بهدف، بس الهدف لوحده مش كفاية. العادة التانية بقى بتجاوب على سؤال أهم: من بين كل الحاجات اللي ممكن تتعمل نركز طاقتنا على إيه بالظبط؟ هنا بنتكلم عن فن تحديد الأولويات. الناس الناجحة بتبقى عارفة كويس قوي الفرق الكبير بين إن الواحد يبقى مشغول وإن الواحد يبقى منتج. التركيز مش على كمية الشغل، لأ، التركيز على الحاجات اللي بتعمل أكبر تأثير. فالنقطة الجوهرية هنا إن الانشغال مش هو مقياس النجاح. ممكن الواحد يقضي يومه كله بيجري في كل حتة وفي الآخر ما يحققش أي حاجة مهمة. التركيز الواعي هو اللي بيعمل كل الفرق. تمام، يبقى كده ظبطنا يومنا وحددنا أولوياتنا. العادة التالتة بقى بتنقلنا لمستوى تاني خالص، بتنقلنا من الإنتاجية اليومية للنمو المستمر. لأن النجاح الحقيقي مش محطة بنوصل لها وخلاص، دي رحلة تطوير مبتنتهيش. عقلية التطوير المستمر هي أساس العادة دي، إن كل يوم هو فرصة عشان الواحد يتعلم حاجة جديدة أو يحسن مهارة عنده. المعرفة مش بتقف عند مرحلة معينة أبداً. والأهم من كل ده إن التطوير مش لازم يكون قفزات عملاقة، يعني قراية صفحتين من كتاب، الاستماع لمعلومة مفيدة، أي مجهود يومي صغير بيتراكم مع الوقت عشان يبني جبل من المعرفة والمهارة. كل العادات اللي فاتت دي طبعا محتاجة طاقة وتركيز، ومن هنا بتيجي أهمية العادة الرابعة اللي تعتبر الأساس المادي والجسماني لكل نجاح. من غيرها كل الخطط والاستراتيجيات دي بتبقى مجرد كلام. الاهتمام بالصحة سواء أكل أو نوم أو رياضة ده مش رفاهية خالص، دي ضرورة بتدينا الطاقة اللي محتاجينها عشان نحقق أي هدف. الصحة الكويسة هي اللي بتدي القدرة على التركيز والمثابرة. والتشبيه ده قوي جدا وبيوضح الفكرة ببساطة. بالظبط زي ما العربية محتاجة بنزين عشان تمشي، الجسم محتاج اهتمام عشان يقدر يوصل بينا لطموحاتنا. جسمنا هو الوقود بتاع نجاحنا. ونيجي بقى للعادة الخامسة، ودي بتتعلق بمورد مهم جدا وأحيانا كتير بنستهين بقيمته لحد ما يضيع مننا. هنا بيحصل تغيير كبير في طريقة التفكير. الوقت بيبطل يبقى مجرد ساعات ودقايق بتعدي، وبيتحول لأصل ثمين ومحدود. حمايته بتبقى أولوية، وده معناه إن الواحد يتعلم إزاي يقول لأ لأي حاجة بتضيعه من غير فايدة. الجملة دي بتلخص عقلية كاملة. الفلوس ممكن تروح وتيجي، لكن الوقت اللي بيروح عمره ما بيرجع. لما الواحد بيوصل للمرحلة دي من تقدير الوقت، طريقة إدارته اليوم بتتغير بالكامل. العادة الستة بتخرجنا بره دايرة الشخص نفسه وبتركز على البيئة اللي حواليه، لأن ببساطة محدش بينجح لوحده. الناس اللي بنقضي معاهم معظم وقتنا ليهم تأثير ضخم على أفكارنا وطموحاتنا. لما نختار نحوط نفسنا بناس إيجابية وداعمة، ده بيشجعنا وبيشدنا لفوق. يعني باختصار، البيئة اللي حوالينا يا إما بتزقنا لقدام يا إما بتشدنا لورا. سواء في الشغل أو مع الصحاب، لما نكون في محيط إيجابي وداعم ده بيغذي طاقتنا وبيخلي تطبيق كل العادات اللي فاتت دي أسهل بكتير. بس بعد كل العادات الستة دي في سؤال مهم، في عادة واحدة هي اللي بتربطهم كلهم ببعض، هي اللي بتخليهم يمسكوا في بعض ويطلعوا بنتائج حقيقية. تفتكروا إيه هي العادة دي؟ الاستمرارية هي دي الكلمة السحرية. كل العادات اللي فاتت دي بتفقد قيمتها تماماً لو اتعملت مرة أو مرتين وخلاص. القوة الحقيقية مش في الفعل نفسه، لكن في تكراره يوم ورا يوم لحد ما يبقى جزء من شخصيتنا. يعني النقطة كلها مش إن الواحد لازم يبقى أداؤه خرافي كل يوم،
مش لازم نبقى جامدين كل مرة. الأهم هو إننا نكمل. الاستمرار في الأيام الصعبة هو اللي بيبني النجاح الحقيقي. وأجمل حاجة بقى إن الموضوع بسيط وعملي جدا. مش مطلوب نغير حياتنا كلها في يوم وليلة. كل المطلوب هو خطوة واحدة، نبدأ بعادة واحدة بس النهاردة. وده يخلينا نسيبكم في الآخر مع سؤال مهم نفكر فيه. إزاي فعلا ممكن حياة كاملة تتغير بسبب خطوة واحدة بس؟ خطوة صغيرة بتبدأ بيها رحلة عظيمة من الاستمرارية والتغيير.